مساء الخير يا شباب. لما بلشت المظاهرات بسوريا، أكثر حدا أكل نصيبه من النظام السوري وإعلامه هو قناة الجزيرة. طبعا القنوات الثانية، ولكن بالتحديد قناة الجزيرة، لأنه اعتبرها قناة فتنة وتحريض وقنوات مشبوهة. وبتعرفوا يعني شو قعد يتهم هاي القنوات، وتحديدا قناة الجزيرة. هلا رغم انه النظام، يعني قبل ما انسى الفكرة، النظام كان دائما يتابع قناة الجزيرة وياخذ منها، يعني ياخذ احيانا يسرق فيديوهات وكذا، واحيانا يشير للمرجع، يقول هي يعني قالت قناة الجزيرة وعن قناة الجزيرة وما شابه ذلك. هلا اول ما بلشت المظاهرات قامت الجزيره فقدت مصداقيتها تماما، رغم انه كانت يعني مرجعيه اساسيه عند النظام واعلامه. طيب، هلا النظام ايضا عم يحكي مثل ما بتحكي قناه الجزيره بالضبط عن احداث غزه. فنحن امام احتمالين، مدري ثلاثه مدري اربعه، يعني لنشوف الاحتمالات. اما انه قناة الجزيرة كانت كذابة فعلا مثل ما قال النظام وقت اللي صارت تحكي عن مظاهرات سوريا، وبالتالي انه ممكن تكون كذابة هلأ بحديثها عن أحداث غزة. فليش النظام عم يتوافق تماما مع قناة الجزيرة؟ لا، وعم يسرق كمان. يعني معظم الفيديوهات يلي عم بيبثها مسروقة من قناة الجزيرة، اللي هي قناة الفتنة والقناة المغرضة وإلى آخره. وليش كانت مغرضة يعني بسوريا وما هلأ مغرضة بغزة؟ ف يعني توافق النظام السوري هلا مع قناة الجزيرة وإعلامها وبثها يفقد قناة الجزيرة مصداقيتها، أو إنه كان قناة الجزيرة شغلها مزبوط لما حكت عن المظاهرات في سوريا والأحداث في سوريا. وبالتالي هلا ايضا شغلها مزبوط، يعني بنقله لاحداث غزه. فبالتالي بيطلع النظام يعني عم يناقض نفسه، عم يناقض حاله. هلا صار في حاله مصالحه حقيقيه ما بين قناه الجزيره والاعلام السوري، يعني تماما في حاله توافق بالطرح. وايضا مثل ما قلت، في يعني فيديوهات بتنسرق، وفي معلومات بتنسرق، وفي اخبار بتنسرق. والشباب بالاعلام السوري بالتلفزيون السوري عم بيتابعوا الجزيره اول باول، وبياخذوا عنا لانه ما عندهم مراسلين كفايه. اذا انه يعني في بعض المراسلين، يعني هي ما حدا بيعرف. المهم، فانه تطلع قناه الجزيره هلا صادقه ودقيقه وامينه ومصدر اساسي للمعلومات بالنسبه لاعلام النظام. فكيف يعني هذا التعامل بمكيالين، ب 700 مكيال، بكم مكيال عنده النظام؟ ما شاء الله عنده مكاييل كثيره يعني لا تعد ولا تحصى. هلا الفرق الوحيد يمكن يلي حصل انه قناة الجزيرة خففت كتير، وهذا يعني ايضا عتب على قناة الجزيرة، او يعني بدكم تقولوا سؤال يعني مطروح، معلش كمان ممكن نعتبره سؤال مطروح، انه اوكي يعني في احداث بغزة ولازم تنقل ولازم يركز عليها، ولكن وين الحدث السوري؟ يعني النظام لسه عم يقصف إدلب ويقصف مناطق بحلب ويقصف وفي مظاهرات بالسويدة. في أحداث حقيقية تتطلب من قناة احترافية مثل قناة الجزيرة أنه تتوقف عندها، ولو بالخبر الثاني، ولو بالخبر الثالث، ولو على هامش الخبر، ولو بالشريط الأخباري، ولو بأي شيء. أنا لو كنت بدال قناة الجزيرة، طالما النظام السوري وأعلامه عم يركزوا على غزة، يا سيدي كتر خير الجزيرة إنه ضلت عم تشتغل على أحداث غزة. بس بجوز لو أنا بدالهم إنه لا، ما بدي يكون إعلامي متوافق مع إعلام هذا النظام. المصالحة يبدو حصلت، يا إما بمحض إنه في حدث فرض نفسه، فبالتالي صارت في مصالحة. ونحن كلياتنا طبعا الحقيقة عم نمر بظروف حرجة، يعني ظروف حرجة حقيقية، انه بدك اجباري بدك تتعاطف مع غزة ومع احداث غزة ومع اهل غزة ومع اللي بيصير بغزة وتكون معاهم، هذا واجبك الوطني. لكن بنفس الوقت انت بهي الحالة عم تتوافق مع اعلام النظام ومع طرح النظام. طبعا
لا يخفى على أحد أنه نظام عم يزاود هو وإعلامه بالقضية الفلسطينية وبقضية غزة، وهذا ما في اثنين يشككوا فيه. ولكن بتبقى قصة أنه طرح قناة الجزيرة يكون متوافق مع طرح النظام، وأيضا في نفس الوقت أنه قناة الجزيرة تخفف أو بالأحرى ما تعود تجيب خبر لا من قريب ولا من بعيد عن مظاهرات السويداء، عن الحدث السوري، عن قصف النظام. وفي شغلة مهمة كتير، يعني سواء عند إعلام النظام أو قناة الجزيرة، إنه إسرائيل لسه عم تقصف سوريا. لك يا جماعة، لسه إسرائيل عم تقصف سوريا كل يوم والتاني. هذا ما عاد خبر لا على قناة الجزيرة ولا حتى على قناة الفضائية السورية التابعة للنظام. إنه غريب يعني لما بتنقصف غزة لازم كلياتنا ننشر ولازم نتشارك، بس كمان لما بتنقصف دمشق، بتنقصف ضواحي دمشق، بتنقصف المطارات بسوريا، إنه هل هذا ليس حدثا؟ بشار الأسد بالقمة الطارقة راح يحكي عن غزة وعن الإجرام الإسرائيلي بغزة وغزة. يعني ما جاب سيرة إنه إسرائيل أيضا عم تقصف سوريا، ما جاب سيرة إنه الجولان محتل ولساته محتل، ما جاب سيرة هاي القصص، وكأنه الحدث أخده فإنه في شيء يلهي الناس عن التفكير في القصف الإسرائيلي لمواقع في سوريا، لأماكن في سوريا. وأيضا ما يعني الأسد ما كان أبدا متأزم، يعني إنه في مظاهرات عنده بالسويداء وفي برقبته 1,000,000 قتيل وطالع يدين نتنياهو. أيضا الجزيرة بالعادة تلتقط هاي الالتقاطات، إنه أنت وين رايح يا أخي المواطن، يا أخي الرئيس، وين رايح الدين مجرم حرب، وأنت مجرم حرب أكثر منه. طيب يعني الجزيرة كانت تعمل مواضيع وتحقيقات وتحليلات، ولا يمكن تفوتها هي النقطة، لا يمكن إنه ما توقف عندها ولا شيء، ولا أبدا، ولا كأنه نحن بعد 2011، كأنه نحن عم نحكي قبل 2011. هذا بالنسبة لقناة الجزيرة. فهي المصالحة اللي صارت، سواء كانت يعني مصالحة حقيقية أو مصالحة افتراضية أو هو صمت متبادل بين إعلام النظام وبين قناة الجزيرة، يثير الدجل، يعني يثير الجدل. حقيقة في شيء صار لازم الواحد يتوقف عنده. فإقرار إعلام النظام بالوقائع يلي عم تبث الجزيرة أيضا، إذن هو إقرار بأنه الوقائع يلي حكت عنها الجزيرة من 2011 وطالع كانت صحيحة. الإجرام يلي حكت عنه قناة الجزيرة اللي صار في سوريا عبر نظام الأسد وأتباعه وحلفائه، إذن هذا كان كلام مزبوط، بدليل أنه اليوم الجزيرة هي ذات مصداقية بالنسبة لإعلام النظام نفسه. فهمونا، قولونا شو الصح وشو الغلط. يا أما الجزيرة كذابة بالحالتين، وبالتالي النظام هو الصادق بالحالتين، يا إما النظام كذاب بالحالتين والجزيرة صادقة بالحالتين. طبعا ما في حدا بيقول لك إنه النظام ممكن، إنه في احتمال يكون صادق. إذن هو كان كاذب في البداية لما حكى على قناة الجزيرة، وهو أيضا كاذب اليوم في وقوفه مع غزة بدلائل كثيرة، أهمها إنه ما عم بيصير عند النظام سوى استثمار لحالة الموت لا أكثر، لتأكيد إنه هن مقاومة وممانعة وما بعرف شو، يعني على قولة يعني فيصل القاسم، مماتعة وهي القصص. ولكن يعني في حالة صلح
نتمنى على قناة الجزيرة إنه شوي يعني تسلط الضوء على الحدث السوري، لأنه مو سياسيا نحن عم نحكي، احترافيا من المعيب إنه يكون في حدث مثل مظاهرات السويداء أو قصف من قبل النظام على مناطق في سوريا، وقناة محترفة ومشهود لمثل قناة الجزيرة لا حس ولا خبر ولا حتى يعني هيك بالشريط الأخباري تذكر هاي الأحداث اللي لا تقل في الحقيقة أهمية عن اللي عم بيصير بغزة. سلامات.